السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في قناة عالم جوهرة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا ايضا بالناس اللي يلا التحقوا بالقناة لاول مرة. نتمنى يشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما يتوصلوا بالجديد، وما تنساونيش من لي لايك، وكذلك تبارطاجيو الفيديوهات مع الاقارب والاحباب في مواقع التواصل باش هكذا تعمل فائدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم اقتراح ديال الطويجين مغربي من آلة الطويجنات المغربية، هو طاجين اللحم بالسفرجل. وبما انه هذا هو الموسم وهذا هو الوقت ديال السفرجل، فغادي نحضر معكم هذا الطويجين على طريقتي وبلمساتي الخاصة. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. خليكم على فيديو باش تكتشفوا الطريقه ديال التحضير ديال السفرجل المعسل، وكذلك طريقه التحضير ديال طاجين اللحم. فرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله. كناخذوا الطويجين ديالنا كنوضعوه في قطع اللحم بعد ما كنكونوا غسلناه. اللحم عندي هنا البقري، وعندي هاد الكميه يعني لا باس بها على حسب عدد افراد الاسره. طبعا الكميه راه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب المتوفر. رجع البركه. المهم هي الطريقه وبالبنه كما تنقولوا. تنشلضوا واحد جوج بصلات، وحده حمراء وحده بيضاء. ما كانش عندكم يعني هاد جوج انواع اكتفيوا بنوع واحد فقط. كندير واحد عويد القرفه، معلقه صغيره ديال السمن، شويه ديال دويمه الزعفران شعره، الا كان عندكم زعفران شعره طبيعي يكون افضل. تذوبوه شويه ديال الماء. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا معلقه صغيره من كل الابزار او الفلفل الاسود، الكركم او الخرقوم، سكينجبير او زنجبيل، وشويه ديال السودانيه او الفلفل الحار، وكذلك شويه راس معلقه ديال المروزيه. توابل ديال المروزيه ما كانش عندكم فماشي ضروري. والملح طبعا تبقى على حسب الذوق. عندنا واحد الفص ديال الثوم اما دقوه او لحكوه، وجوج معالق كبار ديال المعدنوس مفروم ناعما. وبالنسبه للزيت تيبقى على حسب كميه اللحم. المهم ما تكتروش لان اللحم كيطلق ليدام. انا درت تقريبا غير واحد نص كاس مخلط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون. كنحاول نقلي هاد اللحيمات مزيان، كنغطيهم ونخليه يتقلى مزيان مع داك البصيله وداك التوابل، وندوزو نحضروا السفرجل. بالنسبه للسفرجل كنغسلوه مزيان طبعا، ما كنحيدولوش القشره. هانتوما غادي تشوفوا تنقطعوا على 4. هو راه شويه كيكون قاصح. انا المهم كنت استعملت غير هذا السكين هذا فجاني قاصح شويه. المهم بقيت معاه حتى قطعته. المهم كنقطعوا كل وحده على 4، ومن بعد كنحيدو ليها. نتوما شوفوا كنضربوا مع الرخامه لان صافي وحل هذاك الموس وحل ليا في داك السفرجل. المهم بقيت مضاربه معاه حتى تقطع. كاين اللي كيسلقوا نص السلقه عاد تينقيه باش كيجي ساهل، ولكن انا تنفضل كنقيه في الاول وصافي. كنبقى نعطيه الخاطر. وصافي وكنستمر بحال هكذا. كنزول لكل طريف داك الشوائب وداك اللب اللي تيكون كحل، وتنضربوه هكا بالسكين شريطات باش من بعد كتدخلوا داك التعسيله اللي غادي نديرو كيجي لذيذ. بالنسبه الا كان عندكم كميه كثيره ديال السفرجل ديروا شويه الحامض في الماء. انا حيت عندي غير هاد 3 ديال السفرجلات فمباشره غادي نديروهم في الماء مع شويه د الملحه وعويد ديال القرفه، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال سكينجبير او زنجبيل، وغادي نردو يطيب. تقريبا ما كياخذش وقت طويل، راه دغيا كيطيب تقريبا واحد 20 دقيقه كيطيب مزيان. ومن بعد عاد غادي نكملوا ليه التعسال ديالو. خليكم معايا باش تشوفوا تتمه باقي المراحل ديال هاد الطويجين بالسفرجل اللي كيجي من ألذ واروع الطويجنات المغربيه.
هنايا من بعد ما تقلى لينا اللحم، طبعا من بعد ما كتمر تقريبا واحد ربع ساعه كنضيفوا واحد نص كاس ديال الماء باش ما ينشفش، وهكا نبقاو نقابلوه مره مره. نخليوه على نار مهيله، وهذا هو السر باش كيجي الطاجين لذيذ وكيجي طايب على حقه وطريقه. صافي كنغلقوه كما قلت لكم ونخليوه يطيب حتى كتمر نص ساعه ولا اكثر، عاد نشوفوه الا نشف من الماء كنضيفوا ليه شويه يكون الماء سخون وصافي. المهم تقريبا كياخد الوقت ساعة، من ساعة وربع حتى لساعة ونص كيكون واجد وبالصحة والراحة. وخليكم معايا باش تشوفوا التعسال ديال السفرجل من بعد ما كيطيب. ولقيت اللي السفرجل دخلوا الطياب واحد شويه، ضفت ليه شويه ديال المشماش. طبعا المشماش اللي كيكون يابس اللي كنزينوا به هكا اللحم. ممكن ديروا عوض المشماش ديروا البرقوق، انا غير حيت كان عندي المشماش فقلت علاش لا اللي ما نديروش مع هذا السفرجل، فراه كيتواتى معاه كيجي تا هو زوين وما كياخذش وقت يعني طول من الطياب ديال السفرجل. كما كتشوفوا هو نشف من الماء، يعني مبقاش فيه الماء بزاف. هنا كنضيف معلقه كبيره ديال القرفه تكون مطحونه، ومعلقه صغيره ديال الزبده. وهذا هو كما كنقولوا لاستيوس اولا السر باش كيجي هذا السفرجل لذيذ وكيجي مذهب. كنديروا داك معلقه ديال الزبده، وكذلك كنديروا شويه ديال سكر الزهر. هذا الا كان عندكم، ما كانش عندكم فماشي ضروري، غير هو تيعطي واحد النسمه زوينه لهذا السفرجل. وكذلك المشماش. وكنضيف اما سكر سنيده او سكر ديال القالب ولا هكا اللي كيكون مقطع اللي كنحضروا به اتاي. انا تنفضل هكا قطع ديال السكر باش ما عرفتش كيجيني السكر سنيده بحال كيمرجو. فمن الاحسن ديروا اما ديال القالب اولا هكا مقطع طراف. وفي الاخير تقدروا تضيفوا شويه ديال العسل، انا ما كانش متوفر عندي فاكتفيت غير بالسكر صافي. وكنخليوه يتعسل مزيان مزيان حتى كينشف صافي كيتعسل مزيان وتنطفي عليه وتنزين به الطواجن ديالنا مع شويه ديال اللوز ولا شويه الزنجلان او حبوب السمسم اللي عندكم، ولا تخليوه غير هكذاك. وبصحه والراحه خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطويجين. وهذا هو الشكل النهائي ديال طاجين اللحم بالسفرجل، كيجي رائع ما شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا زينته بهذه الطريقه هذه، وضعت داك طريفات ديال السفرجل، كذلك سلقت البيض وحتى هو زينته بهاد يعني واحد جوج بيضات حتى هما ضفتهم، وشويه ديال اللوز افيلي. وممكن انكم ديروا اللوز مقلي، انا مهم غير ديال الزواق ديال الزربه. ودرت زينت في الوسط بداك المشماش حتى هو جا المنظر ديالو راقي، والمذاق يا سلام. نعاودش لكم جا لذيذ لذيذ لذيذ. وحتى داك السفرجل داك الطريقه اللي درت راه كيجي داخلو داك يعني كتدخلو داك التعسيله وكيجي بنين. غير جربوه بهذه الطريقه ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الموسم ديالو، هذا هو الوقت ديالو، فلما لا تستافدوا هكا من الفوائد ديالو وديروه بحال هذه الطريقه هذه. ممكن انكم تقدموه كمقبله بلا لحم غير هكذاك، يعني فردي يعني غير في الطبيصلات هكا كمقبله كيجي حتى هو تيجي زوين. كذلك ممكن تعوضوا الا ما كانش عندكم اللحم تقدروا ديروه مع الدجاج حتى هو يتواتى معاه. وبصحه وراحه. نتمنى الاعجاب ديالكم هاد الوصفه ديال هاد الطاجين المغربي اللي على حقه وطريقه. هاد الطواجن رافقته طبعا مع شليضه ديال البربه ما صورتهاش معكم، وكذلك الزعلوك اللي سبق لي حضرتهم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ودرت هاد سلطه الفواكه مع الكريم باتيسير في فيديو قادم باذن الله. شي فيديو نصور لكم الطريقه ديال سلطه الفواكه اولا التحليه اللي كتجي رائعه وبصحه والراحه. وكذلك ما نساوش خبيز ديال الدار، ما كاين ما احسن من الاكل ديال الدار، شي حاجه اللي كتكون صحيه وكنعرفوا شنو كنديروا فيها.
وهذا ما كان. ما تنساوش قبل ما تخرجوا من لا فيديو تخليو لي واحد لايك وتبارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء في مواقع التواصل باش هكذا تعمل فائده. ما تنساوش تدعموا القناه لان القناه باقا صغيره بزاف وحتى المشاهدات نازله فيها بزاف. وصراحه هادشي ولكن معليش يعني ما غاديش يمنعني باش نستمر في اعطاء المزيد. غير شجعوني شي شويه وما تنساونيش كذلك من التعاليق المحفزه علاش لا. لا خطيكم عليا. شكرا على المشاهده وعلى حسن التتبع. الى فيديو قادم باذن الله. بسلام عليكم.